أهلا بيكم أعزائي المشاهدين. معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مسلسل سول لاند. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقي اللينك بتاعها في صندوق وصف الفيديو. انزل شوفها وتعالى كمل الحلقة دي علشان تفهم الأحداث ماشية ازاي. بس قبل ما نبدأ بقى خلونا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واعمل لايك وشير للفيديو وتأكد من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو بنعمله. بعد ما رجعت شاو من جديد قرر تانج سان انه ياخدها ويرجع لقبيلته هاو تيان علشان يصنع أسلحة خفية كتير ويعلم أهل قبيلته إزاي يستخدموها علشان يقدروا يكونوا مستعدين لأي هجوم من قاعة الروح. وقال للأستاذ إنه قبل ما يرجع لقبيلة تانج لازم يزور مدينة المعادن الأول، وفعلا اتحرك على هناك وراح معاه جد تاي لونج ونين وأوسكار. ومدينة المعادن تعتبر مدينة صناعية متقدمة جدا أكتر من كل المدن، ولما دخلوها كانوا مبهورين بكل حاجة فيها. وسأل تانج سان جد تاي لونج عن المستوى القتالي اللي بيوصل له الحرفي، وكان فاكر ان الحرفيين هيكونوا في نفس مستوى والده وقت ما كان حداد. بس الجد قال له ان والده نبغى وما كانش في الاصل حداد، لكن اشتغل في المهنة دي بعد المشاكل اللي قابلته علشان يهرب من حقيقته ويعيش في سلام. وهما ماشيين بيتكلموا قابلوا واحد بيبيع منتجات بتزيد من القوة، والناس كلها كانت ملمومة عليه ومبهورة بيه ما عدا جد تاي لونج. قال له انه بيبيع حاجات مزيفة ملهاش لازمة، وخطف منه الدرع وقربه من الناس وقال لهم انه خفيف وزي قلته ويعتبر سلاح مزيف. فاسترجع البياع سلاح وقال للناس ان كل الحاجات اللي قالها الجد دي تعتبر مميزات، لان الدرع خفيف فمش هيضايق اللي لابسه وفي نفس الوقت قوي وبيحمي كويس جدا. وبرضه الجد مسكتش وفضل يستهزأ بالبياع علشان يخلي الناس اللي واقفه ما تشتريش منه وتقول عليه نصاب وتضربه، وحاجه زي دي جننت البياع فسحب سكينه وهجم بيها على الجد وقال له انه صاحب العمل كمان هينتقم منه. وفي لمح البصر لقى الجد حراس صاحب العمل محوطاه من كل اتجاه، بس الجد ما اهتزش ومنع البياع انه يلمسه وضرب كل الحراس. ولما قرب منه شانج شان صاحب العمل طلع يعرفه لانه كان تلميذه زمان، فاعتذر الجد عن سوء التفاهم وسأله لو محتاج اي مساعده يقدمها له. فحكى له الجد عن تانج سان وعبقريته وانه بيصنع اسلحه ومحتاج خامات وادوات كتيره، فاخدهم شانج شان على المعلم بتاعه صاحب اكبر مصنع في المدينه الصناعيه. وبمجرد ما سمعوا صوته خافوا منه، بس الجد كان يعرفه كويس، والمعلم كمان اول ما شافه فرح جدا ورحب بيه وسحبه من ايده دخله اوضته ووراله اخر حاجه مصنعها بنفسه وقال له عليها انها كنز. ودخلوا كلهم وراه وشاف تانج سان رسومات ومخططات لاشكال هندسيه، وقال لهم المعلم انه ناوي يبني اعلى تمثال في المدينه كلها. فطلع تانج سان سلاحه وورهوله، وقتها قال له المعلم انه عبقري وقال له انه حاول يعمل سلاح شبهه قبل كده بس معرفش وكان فيه اجزاء مش مظبوطه. فشرح له تانج سان ازاي يصلح المشكله وقال له انه ممكن يجهز له اسلحه كتيره، بس مش هيعرف سر التصنيع لانه سر من اسرار قبيله تانج. فاتضايق المعلم وطلب من الجد انه يؤمر تانج سان يقول له السر، بس الجد رفض انه يتدخل وقال له انه لو عاجبه سلاح ومحتاج منه يبقى لازم يسمع كلام تانج سان ويحترم شروطه. فاضطر المعلم انه يسمع كلامه ووافق على شروط تانج سان وقال له انه هيساعده بكل الادوات والخامات وكمان بالعمال واي حاجه يحتاجها، وكل ده علشان يبقى معاه اسلحه وحيده تقدر تقضي على جراند سول لاند. وطلب المعلم من شانج شان انه يشوف تانج سان محتاج ايه بالظبط ويعمله له، وفعلا اخد منه ورقه بالطلبات، بس اتخض من كميه الطلبات الغاليه والصعبه ومع ذلك راح ينفذ لانه ما يقدرش يعترض. وبما انه بقى هو المسؤول عنهم اخدهم حجز لهم في الفندق، وهناك قابلوا بيشوب ورجالته وكان الكل خايف ومرعوب منهم وكانهم شافوا الشيطان. واول ما بيشوب شاف شاو قرب منها علشان ياخدها معاه، وطبعا تانج سام ما سابهوش حتى يلمسها، ووقف هو والباقيين يبينوا قوتهم. فترعب بيه شوب هو ورجالته واعتذروا لهم وهربوا بسرعه، خصوصا كمان بعد ما شافوا الشاره اللي مع تانج سان واللي كان سايبها له والده مع الاستاذ. وبعد كده قعد تانج سان مع الجد وشانج شان بيتكلموا عن خطتهم في صناعه السلاح. اما نين واوسكار فكانوا في السوق ولقوا احجار نادره زي الحجاره اللي اشتراها تانج سان قبل كده من العميد اول ما راح مدرسه شريك وصنع بيها سلاح قوي جدا. وكان اتنين جايباله منه كميات كبيره، واول ما شافه اتبهر وقال انه افضل واقوى من اللي هو كان جايبه. واخدوا الاحجار على المصنع وبداوا يشكلوها ويصنعوا منها السلاح، والكل كان بيشتغل بقلبه لانهم كانوا شايفين ان هو ده الطريق الوحيد اللي هينقذهم من قاعه الروح القتاليه. وفي يوم راحوا على معرض المزاد علشان يشتروا باقي الحاجات اللي محتاجينها، وكان اتنين بتشتري كل حاجه بتتعرض في المزاد ومش مخليه حد تاني ياخد اي حاجه خالص. وجمعوا كل الحاجات اللي اشتروها ونقلوها على المصنع علشان يبداوا الشغل بيها، وبعد كده راحوا على مدينه تانية علشان يجمعوا منها باقي الحاجات اللي محتاجينها. وكانوا بالفعل صنعوا جزء كبير من سلاح جديد ومتطور اكتر من اللي عملهم تانج سنه قبل كده، وقال انه هيسميه الاعصار لانه عامل زي الاعصار في قوته، هيقضي على اي حاجه تقف في وشه او تعترض طريقه. وكل مكان كانوا بيروحوه كان تانج سان بيتكلم عن قبيله تانج وانها قد ايه قبيله عظيمه واسرارها كبيره وعندهم سلاح لا يقهر، وانهم هيقضوا على قاعه الروح القتاليه بفضل اسرار قبيله تانج في صناعه السلاح المخفي. وشرح لزعيم المدينه طبيعه السلاح اللي هيعمله كالعاده، وحكى لهم كمان على اللي قاعه الروح القتاليه عملته مع والدته مع شاو، وانهم لازم يوقفوهم عند حدهم قبل ما يقضوا عليهم خالص.
فحذروا رئيس المدينة إنه شاف حراس كتيرة من قاعة الروح القتالية منتشرين في المدينة، وأكيد لو شافوا شاوو حية مش هيسيبوها تاني، وطلب من تانج سان إنه يخفيها عن الأنظار. فأخدها تانج سان ورجعوا لمدرسة شريك هو وكل زمايله، ودخلوا أوضة العميد ولقوا الأستاذ وليو إير معاه، فحكى لهم تانج سان عن الحاجات اللي اشتروها وإنهم رجعوا بصناديق كتيرة. ولما سأل عن آخر أخبار المدرسة قال له العميد إن الأخبار عظيمة لأنهم بيكسبوا فلوس كتيرة جدا بعد انضمام أكاديميات كبيرة للمدرسة، وكان هينضم لمسابقة الأكاديميات ومتوقع إن أكيد مدرسته هتفوز بالجائزة الكبيرة. بس تانج سان كان ليه رأي تاني وإنهم داخلين على مشاكل كبيرة. وكمل العميد كلامه وحكى لهم عن وضع الإمبراطور وإن حالته الصحية سيئة جدا. فتوقع تانج سان إن ابنه الأمير شيو هو السبب، وإنه حط للإمبراطور أنواع كتيرة من السموم علشان كده مفيش طبيب عارف يعالجه. ودخل عليهم دوجو وقال لهم ان الامبراطور خلاص بيموت وانه حاول يعالجه بس معرفش، وجاب له طقم ممرضات كتير وعمل له تركيبات علاجيه كتيره، ومع ذلك هيموت في خلال اسبوع لان مفيش حد قادر يعمل له حاجه. وللاسف الامير شو هو اللي بقى الامبراطور، ده معناه ان قاعه الروح القتاليه هي اللي هتبقى مسؤوله عن الامبراطوريه ومستوليه عليها. وفعلا قوات كتيره من قاعه الروح القتاليه بدات تنتشر في الامبراطوريه وفي القصر. فراح تانج سان مع دوجو والعميد لقصر الامبراطور، لكن الحراس منعوهم من الدخول، وكان دوجو لسه هيقتلهم بس تانج سان منعه وطلع الشارة اللي معاه، فسكت الحراس ووسعوا لهم الطريق بمنتهى الاحترام. وطلع الامير شو الصغير وتعامل معاه الحراس على انه الامبراطور، وكان معاه جراند سول من قاعة الروح القتالية، وطبعا منع تانج سان انه يدخل القصر، وقال له ان الامبراطور مش محتاج محاولته في العلاج لانه عنده اكبر الاطباء. واتهموا انه مخادع وقدر يخدع ناس كتيرة منهم قادة من قاعة الروح القتالية، وقال لهم ان اسمه تانج يين، وكذبوا وخدعوا ده بيدل على انه شخص غير امين على حياة الامبراطور. وادى الحراس امر انهم يقضوا عليه، وشالوا علم امبراطور تيان ورموه خالص، وهاجموا كل الناس اللي ضد قاعة الروح القتالية زي الاستاذ وينينج. ومش بس كده، لكن كمان كل حراس القصر الاوفياء قضوا عليهم في لمح البصر، وتحولت امبراطورية تيان وبقت تحت سيطرة قاعة الروح القتالية. فوقف قصادهم دوجو وتانج سان وكل اعداء قاعة الروح القتالية، وفضلوا يقاتلوا بعض بكل قوتهم، والمرة دي البقاء هيكون للاقوى. فكل واحد فيهم حارب علشان ينقذ نفسه. وقال لهم الامير شو الصغير ان محدش هيقدر ينقذهم النهارده الا لو اعلنوا ولائهم لبيبي دونج، وامر الاف الحراس انهم يهجموا عليهم علشان يقتلوهم. وحاول تانج سان انه يتفاوض معاه علشان ينقذ اهل الامبراطوريه، وطلب منه يخلي المشكله معاه لوحده، بس شيو رفض وقال له انه هينتقم منه بعد اللي عمله مع نينج، واعترف له كمان بحقيقته انه مش الابن الحقيقي للامبراطور لكنه ابن قاعه الروح. واول ما تانج سان سمع الكلام ده رفض انه يتفق معاه وقرب منه علشان يضربه، واستخدم كل واحد فيهم طاقته. بس طبعا الامير شو كان اقوى، خصوصا ان قاده قاعه الروح نقلوا له قوه فوق قوته، فظهرت له اجنحه، وظهر كبير قاعه الروح معاه سندته. ومع ذلك وقف تانج سان في وشه من غير ما يخاف، وقال انه لازم يكسب وما ينفعش ابدا يخسر المعركه، لان خساره المعركه معناها نهايه امبراطوريه تيان. بس الامير شو قال له انه لازم يستسلم لان هو الحاكم ومفيش اي فرصه لحد ان ينجو منه غير انه يعلن ولاءه ليه ولقاعه الروح القتاليه. بس تانج حس ان قوه شاو اندمجت معاه وجسمه بقى اقوى بكتير، وطلع المطرقه بتاعته ووقف بيها في وش الامير. مش بس كده، ده قرر كمان انه يهجم بيها عليه، فطار ناحيته علشان يضربه بيها. ولما الامير شو شاف الوضع كده هو كمان دمج قوته مع قوه كبيره قاعه الروح القتاليه، وبقت قوته مهوله، والكل وقف يتفرج على اللي هيحصل بينه وبين تانج سان. واتصدموا لما لقوا ان تانج سان قدر يضربه بالمطرقه بتاعته، وكانت نتيجه لكده المطرقه اتكسرت. وتانج سان وحس انه بقى تعبان، وقال له الامير شو انه هيقضي عليه خالص وهيحقق النصر لقاعه الروح. وبدل ما تانج سان يخاف قال له ان قاعه الروح هتفضل طول العمر عدوته. ولقى شبح شاو انضم مع جسمها وكانها استرجعت حياتها الطبيعيه من تاني، وكانت فرحه تانج سان ما تتقدرش. وبعدها سابته شاو كانت بكامل قوتها وطارت هجمت على ملكه قاعه الروح القتاليه، ضربتها وقعتها، وانضم لهم الاستاذ كمان. فاستغل تانج سان فرصه انشغال الحراس ودخل الامبراطور هو ودوجو وحاولوا ينقذوه ويخلصوا جسمه من كم السموم اللي فيه. والامير الكبير شال والده الامبراطور وقرر انه ياخده ويمشي بيه بعيد عن القصر علشان يبعدوا عن شر قاعه الروح القتاليه قبل ما يموت. وحاول تانج سان واللي معاه انهم يهربوا هم كمان باقصى سرعه ليهم مع الامبراطور، بس حراس قاعه الروح فضلوا يطردوهم ويقتلوهم. فخرج تانج سان والباقيين وحوش الروح بتاعتهم لحد ما قدروا انهم يبعدوا، وكانوا فاكرين نفسهم هربوا، لكن للاسف لقوا جيش كامل مستنيهم عند البوابه، واضطروا انهم يهاجموهم كلهم. وكانت كل الجنود بتستخدم مهاره الالف سيف، فكانت السيوف والاسلحه نازله على تانج سان بالذات زي المطره. فطلع المطرقه بتاعته وكسر بيها مصفوفه الالف سيف. وفي الوقت ده كانت ملكه قاعه الروح بتحاول تخف، ونقل لها معظم القاده قوتهم. اما الامبراطور فكان مع ابنه الحقيقي وتانج سان، وفاق وبدا يتكلم، وبعدها حالته ساءت مره تانية. فقرر ابنه انه يحارب حتى لو هيموت علشان يلحق ينقل والده الامبراطور لمكان امان بعيد عن قاعه الروح علشان ينقذ حياته. وفعلا قدر انه يبعده، والباقيين كمان عرفوا يهربوا اخيرا، وراحوا كلهم على مدرسه شريك. وهناك حاول دوجو انه ينقذ الامبراطور ويخرج السم من جسمه.
وقال ان كميه السم اللي جوه الامبراطور مش هتخرج من محاوله واحده. اما الاستاذ وتانج سان والزعيم نينج قعدوا يفكروا في اللي حصل وازاي الامير شو الصغير وصل للقوه دي وازاي كمان ممكن يخلصوا عليه. وقال الاستاذ لتانج سان انه علشان يقدر عليه فلازم يوصل لمستوى 100. ومن ناحيه تانيه كان قاده قاعه الروح القتاليه هم كمان مجتمعين مع الملكه وبيدرسوا الموقف وبيدوروا على طريقه يقضوا بيها على تانج سان وشو. وقالت لكل القاده انهم لو عملوا كده محدش هيقدر يقف في وش قاعه الروح تاني ابدا. وبعد ما الطرفين فكروا كويس قوي قرر تانج سان انه يصنع اسلحته الخفيه باقصى سرعه ولازم كمان يرجع لقبيله هاو تيان يطمن عليها. بس الاستاذ كمان كان ليه راي تاني وهو انه لازم يتدرب الاول كتير قبل ما يعمل اي حاجه علشان لو تعرض لهجوم يقدر يحمي نفسه. ونصحه يروح لجزيره هاي شان لان فيها قوه فطريه كبيره هتساعده انه ينمي مهارته وبكده هيقدروا يقضوا على قاعه الروح القتاليه بسهوله. وفي الوقت اللي كان الاستاذ بيحاول مع تانج سان انه ينمي مهارته ويزود قوته كان ملك قاعه الروح القتاليه بينصح ملكه الروح القتاليه هي كمان انها تزود قوتها عن طريق انها تصطاد شو باي طريقه وتاخد خاتم الروح ليها وكمان تتدرب كتير. وبعد تفكير كتير من تانج سان راح للاستاذ وبلغه انه موافق يروح الجزيره علشان يتدرب. فقال له الاستاذ انه لازم يتحرك بسرعه بس ما يروحش لوحده لكن ياخد معاه باقي الفريق السبع وحوش لان هم كمان محتاجين يتدربوا وكمان تجمعهم في مكان واحد للتدريب هيخليهم يحموا بعض ويوصلوا لافضل النتائج بسهوله. واخر كلمه قالها له الاستاذ انه واثق فيهم كلهم وقريب جدا هيقضوا على قاعه الروح القتاليه. فسابوا تانج سان وبلغ اصحابه علشان يحضروا نفسهم واخد شاو وراح بيها لقبيله هاو تيان وقابل عمه وعرفه على شاو وقال له انه محتاج كنز القبيله واللي هو عباره عن عظم الروح اللي والده رجعه للقبيله. فقال له عمه ان الكنز ده مع الشيوخ وهو ما يقدرش يتحكم فيه والطريقه الوحيده اللي هتخلي الشيوخ يديهوله بنفسها انه يحقق الشروط اللي كانوا متفقين عليها. فاتمنى تانج سان انه بعد ما يرجع من جزيره هاي شيان يكون حقق تقدم يقربه من الكنز. بس عمه اول ما سمع هاي شيان اتخض جدا وقال له ان الجزيره دي مش لعبه خالص لانه لما راح زمان مع تانج هاو اتهزموا هما الاثنين من شيان ليو من قاعه الروح القتاليه مع انهم كانوا في المستوى 99 لكن انضم عضو تاني من قاعه الروح القتاليه كان مستواه فوق ال100 وكان عمه خايف عليه لحسن يقابل اللي يهزمه هو كمان. وقال لتانج سان لو مصمم انه يروح هناك يبقى لازم يكون حريص جدا. فوعده تانج سان انه هيبذل كل جهده علشان يرجع له حي من تاني وسابه وراح للمكان اللي فيه والده ونبتة والدته وحس انها مبسوطه بزيارته ليهم وكانها شايفاه. وحكى تانج سان لوالده اللي حصل لشاو وانها ضحت بحياتها وقوتها علشان تنقذه وده زي ما عملت والدته معاه قبل كده. واعترف له انه بيحب شاو علشان كده هيكمل حياته معاها وطلب منه يبارك قراره ده. وكان تانج هاو ما عندوش مشكله ابدا ووافق هو فرحان لابنه انه هيعيش حياه سعيده مع حب حياته. وقال له كمان ان لازم قبل ما يمشي يعملوا فرحهم. وفعلا ظهرت شبح والدته ووالده شاو وجهزوا شاو وخلوها احلى عروسه وسلموها لتانج سان اللي اول ما شافها افتكر كل حياته معاها من اول يوم اتقابلوا فيه مع بعض لحد ما بقت واقفه قدامه عروسته. وبعد ما احتفلوا رجع تاني لمدرسه شريك وهناك لقى جدي نين قال للاستاذ انه قبل ما يوافق ان نين تروح لمكان خطر زي جزيره هاي شان لازم الاول يتاكد من قوه المجموعه كلها علشان يتاكد انهم هيقدروا يحموها. فوافقت كل المجموعه انها تقاتله وانضم لهم كمان تانج سان واكتشفوا ان قوه جد نين كبيره قوي وما كانوش قادرين عليه خالص وده لانه في المستوى ال95. فوقف قتال وقال لهم ان قوه كل القاده في قاعه الروح القتاليه اكبر من المستوى ال99 وان حتى مستواه غير كافي لهزيمه اي حد منهم وعلشان كده لازم يكونوا حذرين اكتر من كده. وافتكر تانج سان الكلام اللي قاله له عمه عن جزيره هاي شان وانه هيقابل هناك قاده كتير من قاعه الروح وانه فعلا الموضوع هيكون خطر عليهم جدا. فقال لهم الاستاذ انه واثق فيهم ومتاكد انهم هيوصلوا للي عايزينه بسهوله. واخد تانج سان وراح معاه للامبراطور بعد ما استرد صحته بشكل كبير ورجع تاني للعرش. واول ما شاف تانج سان شكره على انقاذه لحياته واداله حجر نادر جدا وليه استخدامات سحريه كتير وقال له ان دي هديه مقابل اللي عمله معاه. فشكر الامبراطور واخده منه ورجع بيه على اوضته علشان يكتشف قوته. بس من كتر القوه وقع واغمى عليه ولقى نفسه انتقل لعالم تاني خالص وكانه كان عايم فيه. ولما فاق لقى كل اصحابه جنبه طمنهم عليه وقال لهم انه امتص قوه الحجر واخدهم معاه جوه الحجر وخلاهم هم كمان يمتصوا قوته السحريه اللي زودت قدراتهم جدا. وراحوا ودعوا اهلهم ومعلمين مدرسه شريك واخدوا معاهم شيان علشان تتدرب معاهم كمان وتحركوا على طول. والطريق كان طويل جدا فاضطروا انهم يقفوا في الطريق يرتاحوا اكتر من مره. واخيرا وصلوا القريه ولقوا ادوات زراعيه في الغابه وده دليل ان في حد موجود ومفيش ثواني وهاجمهم مستذئبين. وكان الوحيد اللي عارفهم هو دي قال لهم ان المستذئب بيكون عباره عن وحش نص انسان ونص ذئب وده بيخليه عنده مهاره وقوه النوعين البني ادمين وكمان الذئب. وبعد ما فهموا طبيعتهم خرجوا علشان يهاجموهم وضربهم كونج بكرات من نار ولع فيهم وضربهم تانج سان بالاسلحه الخفيه. ومع انهم كانوا بيموتوا بس عددهم كان كبير قوي فامر تانج سان البنات اللي معاهم انها تبعد
وقف الولاد يواجهوا المستذئبين ويضربوهم، ومع ذلك عدد كبير منهم لمح البنات وهم معاهم سكان المكان بيحاولوا يهربوهم ويبعدوهم، فراحوا وراهم ومسكوا شيان ورجعوا بيها لتانج سان واللي معاه وهددوهم بيها. فقرب تانج سان منهم من غير اي خوف وخرج نبتة الفضة الزرقاء وهاجمهم بيها، وعمل زيه باقي اللي معاه، خرجوا روحهم القتالية وحاربوا المستذئبين واسترجعوا شيان ونجحوا انهم يقضوا عليهم كلهم. ولاحظت شيان ان زعيمهم عنده عظم روح، فقال تانج سان لدي انه ياخده، وراحوا لسكان المكان وساعدوهم انهم يعالجوا جروحهم من الهجوم اللي حصل عليهم. وبعد ما خلصوا ودعوهم ومشوا، واول ما بعدوا خطوتين عن السكان لقوا جيش من المستذئبين هجم عليهم وكانوا عايزين ينتقموا منهم من اللي عملوه مع اخواتهم، وكانوا اقوى بكتير من اللي قبلهم. ومع ذلك وقف تانج سان واستخدم اسلوب بالالاف من السيوف وقتل عدد كبير منهم وقرب من الملك بتاعهم وقتله بايده. وكان دي خلاص خلص امتصاص عظم الروح، بس لقوا شيان بتصرخ لانها لقت كونج متصاب، فنقلوه على العربيه بتاعتهم وعالجوه. وتاني يوم بالنهار دخلت له شيان، قدمت له الفطار واطمنت عليه وقال لها انه كويس ومفيش داعي انها تقلق عليه، فاتحرجت وسابته وخرجت. ولاحظ كل اصحابه انه معجب بيها، فنصحوه انه ما يخبيش عليها حقيقه مشاعره ويعترف لها بالحقيقه. وبعد ما اليوم خلص والكل ارتاح نام، وكان تانج سان صاحي بيتدرب وبينمي مهارته، وكان مستغرب ان قوته زادت بالسرعه دي. واول ما النهار طلع كملوا طريقهم ووصلوا لمدينه كبيره، نزلوا تجولوا فيها وعرفوا ان قاعة القتال اللي فيها قريبة، فراحوا لها على طول. وكان في مبنى ازاز تحت المية والارضية من القواقع الضخمة. واشترك كونج وشيان في اول مباراة ثنائية ليهم، وكانت شيان قلقانة وخايفة جدا، لكن كونج هداها وقال لها انه هيحميها مهما يحصل له، وطلب منها تركز على الفوز وتثق فيه وبس. والمقاتلين اللي كانوا ضدهم كان شكلهم مخيف وعملاق، وعلشان كده سخر الجمهور من كونج اللي شكله مش رياضي خالص. ولما بدأت المباراة واستخدم قوته هو وشيان فاجئوا الكل، بس الاخين اللي ضدهم ما خلوش الناس تتفاجئ كتير، لانهم فضلوا يهاجموهم بقوه. وقال تانج سان انهم غالبا هيخسروا، بس المعجزه حصلت وباتحادهم مع بعض كسبوا المباراه والكل شجعهم على الفوز. وراحوا على مبنى المزادات علشان يتفرجوا على الكنوز اللي بتتباع هناك. وبرضه المبنى كان ازاز تحت الارض، والمعروضات كانت وحوش بحريه ليها قوه وقدرات سحريه خاصه. وبعد ما مشوا راحوا على السوق واجروا اكبر وافخم سفينه موجوده علشان يوصلوا بيها لجزيره هاي شيان. وكان تانج سان متوتر جدا وعايز يوصل بسرعه، فقالوا القبطان انهم ماشيين في الاتجاه الصح، بس لسه فاضل قدامهم 8 ايام ويوصلوا، ولازم طول الطريق يتجنبوا كل الوحوش لان الطريق خطر وممكن ما يخرجوش منه لو الوحوش حست بيهم، لان عددهم وقوتهم كبيره قوي. وفعلا رجع تانج سان ونبه على الكل انهم يطفوا الانوار وما يطلعوش صوت ويستخبوا جوه السفينه. وفضلوا على الحال ده طول الليل. واول ما النهار طلع قعدوا وفطروا كلهم مع بعض بالفطار اللي قدموه لهم القبطان، وكانوا فرحانين جدا بالرحله البحريه اللي اول مره يطلعوها دي. وجه القبطان يطمن عليهم وهما بيتكلموا معاه حسوا انهم دايخين وقعدوا واحد ورا التاني. فضحك القبطان ونده على البحاره بتوعه علشان يرموهم في البحر، لكن مره واحده لقاهم وقفوا كلهم من تاني، وقال له تانج سان انهم خدعوه ومثلوا انهم اتسمموا، بس هم اتعالجوا بالهوت دوج العلاجي بتاع اوسكار، وانهم كشفوا خداعه ليهم من قبل ما يركبوا السفينه بتاعته، وفهموا انهم خبوا قوته وناوي يأذيهم. وقبل ما القبطان ينطق باي كلمه كان تانج سان مكتفه هو ورجالته بالنبته. ولما بص من البحر لقى المكان اللي هم فيه مليان جثث، وقال لصاحبه ان العصابه اللي ركبوا معاها دول بيقتلوا الناس ويرموهم في المكان ده. فخاف القبطان واعترف له ان قراصنة لؤلؤ البنفسج هم اللي طلبوا منه يعملوا معاه كده. فبعد تانج سان وشيان يستكشفوا طريق البحر ويعرفوا لو في اي حاجه خطر ممكن تواجههم. ولما لقوا الطريق امان رجعوا تاني على السفينه، وحاول كونج انه يعترف لها بحبه واجابوا بيها، بما انهم كانوا قاعدين لوحدهم ومحدش سامعهم، بس هي رفضت تسمعه من كتر احراجها سابته ومشيت. وكان تانج سان قاعد مع القبطان علشان يتاكد انه ماشي على خط السير مظبوط. ولما القبطان بص في عينه افتكر ابنه اللي كان شاب في نفس سنه ومات، فقرر القبطان ان يقتل تانج سان هو وكل اللي معاه زي ما ابنه مات. وداس على حاجه نزلت متفجرات في الميه من غير ما حد ياخد باله، وخلى كل الوحوش البحريه تهاجمهم، وحسوا كلهم ان في حاجه غلط بس ما فهموش ايه اللي بيحصل. وقال القبطان لنفسه انه خلاص كل الوحوش عرفت طريقهم ومفيش اي طريقه ممكن تنجيهم، وكانت الوحوش هتغرق السفينه كلها والكل هيموت. فقال لهم القبطان انهم لازم يموتوا علشان يقدر يسترجع حياه ابنه، ومحدش كان فاهم يقصد ايه. وقبل ما نعرف بالظبط ايه اللي حصل تعالوا بينا بقى نصلي على النبي ونذكر الله. اشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو بنعمله، وما تنساش اللايك والشير، ويلا نكمل احداثنا. فضل الكل متشبث في المركب وخايف لحسن يقع، لكن للاسف السفينه كلها بقت ماشيه على شلال ووقعت من عليه، وظهر لهم وحش عملاق في البحر عايز ياكلهم، فاتحدوا كلهم علشان يقضوا عليه. وكانت النتيجه ان حصلت موجه كبيره شبه التسونامي غرقت الناس في المدينه. فضلوا هم يحاربوا الوحش السمكه، وضرب الوحش تانج سان وخلاه يفقد وعيه، والميه جرفته لحد ما وصل لجزيره. وفضل يحلم باللي حصل لحد ما فاق ولقى الحجر قدامه، وفهم ان هو اللي انقذه. ولقى واحد داخل عليه قال له ان اسمه جي، وهو الدكتور الوحيد على جزيره لؤلؤ البنفسج، وسأل
وسأل تانج سان لو فاكر أي حاجة من اللي حصلت له، فقال له تانج سان إنه كان معاه أصحابه وقراصنة لؤلؤة البنفسج حصروهم، وبعدها هاجمهم وحش ومش عارف إذا كان أصحابه لسه عايشين ولا لأ. وبعد ما جه كشف عليه قال له إنه محتاج يرتاح شوية بس. وأول ما خرج اكتشف تانج سان إن أرجل العنكبوت التمانية قوتها اتطورت جدا، وقعد يتدرب، وكان كل ما يجي يدخل عليه يلاقيه بيتدرب. وفي يوم جه واحد من سكان الجزيره مصاب، وكان تانج سان عايز يساعد. في البدايه كانوا قلقانين من مشاركته، بس لما اكد لهم انه يقدر يساعد سمح له الدكتور، وفعلا قدر يعالجه ويخرج السم من جسمه. واهل المريض شكروه جدا، وارتاح جي جدا لتانج سان وحكى له اكتر عن حياته، وقال له انه عايش وحيد في الدنيا بقاله سنين كتيره. فعرض عليه تانج سان انه يعلمه القتال واداله نبته تساعده، وقال له انه لو اكلها هيقدر يوصل لمستويات عاليه بسرعه. ومش بس كده، ده نقل له قوة كبيرة، وبعد أيام من التدريب قدر جين يحس بقوته. وقال له تانج سان إنه لو اتدرب كويس هيوصل بسرعة لأنه موهوب. وأخده جي عرفه على الجزيرة ووداه للمكان اللي الزعيم عايش فيه. فلمح تانج سان كل أصحابه مربوطين في مبنى الزعيم، فحررهم كلهم وسأل عن شاو وو، وقبل ما يجاوبوه شافها من ورا الشباك والزعيم بيقرب منها، فكسر الحيطة علشان يلحقها، بس طلع كان فاهم غلط، والزعيم طلعت زعيمة بنت. ومع ذلك هددها اما تسيب شاو او يقضي عليها. وحست الزعيمه بالاهانه من كلامه فهجمته، لكنه صد هجماتها وكان لسه هيقتلها جي كونج، وقال له ان الزعيمه كانت بتحاول تنقذهم باشعه الشمس من السموم اللي في جسمهم. وقالوا انهم بعد ما خلصوا على الوحش وهو اختفى فضلوا طايفين على سطح المياه لمده كبيره، وبعدها هاجمهم وحش تاني قوي جدا وسممهم. وصحيح قضوا عليه، بس السم خلوهم مش قادرين يتحركوا، والامواج وصلتهم للجزيره. وحاولت الزعيمه تخلصهم من السم بالشمس، فقالت له الزعيمه انها مش هتديله شاو لانه معرفش يحميها، ولو عاوز ياخدها يبقى يقاتل علشانها. بس تانج سان قال لها ان عمره ما يدخل شاو في رهان لانه كده كده هياخدها. لكن الزعيمه صممت اضطر انه يحاربها لانه متاكد انه يقدر يكسبها في اي تحدي، واخدته وطلعت بيه على الغابه وبدا الرهان. وفضل تانج سان يحاول يضربها بس ما كانش عارف خالص، وخلت التنانين تحاصره ونزلت البحر. فرجع لمكان شياو ولقى حراس الزعيمه عايزين يهجموا عليه لانهم كانوا فاكرينه خسر، بس المفاجاه انه كسب الرهان وحبس الزعيمه جوه الحجر المثلث اللي معاه ووراها لهم، وشرح لهم كمان هو عمل كده ازاي، بانه اول ما لقاها هتنزل البحر حط لها الحجر ونطت جواه من غير ما تحس واتحبست، فاخد الحجر ورجع بيه. ولما خرجها من الحجر ما قدرش يتمانع ان شياو ترجع له مره تانيه. وقال تانج سان لجي انهم لازم يمشوا ويروحوا لجزيره هاي شان، فقررت الزعيمه انها تروح معاهم وتعرفهم الطريق، وادت لهم سفينه مجهزه بالكامل ونقلتهم فيها لانها تعرف الطريق اكتر وتعرف كمان الوحوش اللي في البحر وازاي تتعامل معاهم. وفعلا في الطريق كانوا طول ما هم ماشيين تعرفهم اماكن الوحوش وبتبعدهم عنهم بالسفينه علشان محدش منهم يواجههم. واول ما قربوا من الجزيره ادت لهم غواصه توصلهم ليها علشان محدش من وحوش السطح يحس بيهم، ورجعت هي لجزيرتها. وهم في الطريق قابلهم ملك الوحوش، وده شبه سمكة القرش، وكانت حذرتهم منه الزعيمة، فسكتوا خالص وشغلوا خاصية اختفاء الغواصة. فعدى الوحش من غير ما يحس بيهم، ودخلوا كلهم جوه الحجر المثلث لحد ما وصلوا لجزيرة هاي شان. وفي لحظتها لقوا حراس حوطوهم من كل اتجاه. الاستاذ معرف تانج سان ان الحراس في الجزيرة بيلبسوا حسب قوتهم، والابيض اضعف حاجة. فعرف تانج سان ان الحراس اضعف منهم لانهم لابسين ابيض، وراحوا معاهم علشان يقابلوا زعيم الجزيره ويستاذنوا انهم يقعدوا في الجزيره من غير ما ياذوا حد ولا حد يأذيهم. ولما وصلوا لمكانه من بعيد دخل جوه تفكير تانج سان وقال لهم علشان يوافق يخليهم في الجزيره لازم يعدوا من تحدي. فطلب دي انه يكون اول واحد يشارك في التحدي ده، وكان قتاله مع تنين اللي بيحركه هو الزعيم. وعدى التحدي على خير لصالح دي، وجه الدور على الباقيين. ولما شاف الزعيم مطرقة هاو تيان في ايد تانج سان انها التحدي، ورحب بيهم في الجزيره وسمح لهم يقعدوا زي ما هم عايزين، وعرف انهم من اماكن مختلفه، وده مخليهم فريق متميز وقوته كبيره، بس كمان كل واحد هيبقى له تدريبات مختلفه. وبدأ بدي وقال له على سلسله تحديات لو قدر يعدي منها هيوصل لمستوى عالي جدا، وبعدها وزع على كل واحد منهم اللي المفروض يعمله. وكانت شيان مكسوفه لانها حاسه ان موهبتها وقوتها اقل من الباقيين، وبناء على قوته بيبان المستوى اللي هيوصل له. وتانج سان ظهر انه هيوصل للمستوى ال100، وشياو اتحولت للملكه الذهبيه وكانت هي كمان هتوصل للمستوى ال100. وبعد ما خلصوا سمعوا صوت واحده قالت لهم انهم لازم يبداوا فورا تدريباتهم، وانها هتكون داعمه ليهم وهتوجههم. والصوت ده كان مصدر بنت منضره هي بنت الملكه. ظهرت هي والملكه وقالت لتانج سان وشياو انها يبقى لهم مكانه خاصه في الجزيره، وحذرتهم ان الجزيره مليانه مخاطر كتيره ولازم ياخدوا حذرهم علشان ما يموتوش. واختفت هي وبنتها، ودخلوا هم من بوابة الجزيرة، وده معناه انهم انضموا لأهل الجزيرة بشكل رسمي. واخدهم الزعيم في جولة للجزيرة، عرفهم على الأماكن اللي فيها، وكانوا مبهورين بالكائنات البحرية اللي كانت موجودة فيها. واخدهم بعدها علشان ياكلوا، قدم لهم وجبة كبيرة ومسك كل واحد الكارت بتاعه اللي مكتوب فيه المطلوب منه. وتاني يوم صحيوا من بدري أول ما الشمس طلعت، وجات نين بتجري هي وشيو. قالوا انهم مش لاقيين شيان ودوروا عليها في كل مكان وبرضه ما لقوهاش،
كانوا مخضوضين قوي، فقال لهم كونج انه يعرف مكانها، بس للاسف ما كانش في وقت يروحوا لها لان الزعيم جه اخدهم وورى لهم القاعه المخفيه اللي هتدربوا فيها. فطاروا كلهم على هناك وحاولوا يفتحوا البوابه، وكانت شيان واقفه شايفاهم من بعيد لانها كانت محروجه تبقى معاهم وهي اقل منهم، فقررت انها تتدرب بعيد عنهم. ووجهها الزعيم وقال لها المفروض تعمل ايه بالظبط في تدريبها. اما تانج سان ودي فكان اول تحدي ليهم طلوع سلم فيه قوه مضاده، وفضلوا يحاولوا لحد ما وصل دي لنقطه معينه وبعدها ما قدرش ووقع في البحر واتلمت عليه الوحوش علشان تاكله، فجري تشيو وانقذته بسرعه. اما تانج سان فخرج ارجل العنكبوت بتاعته علشان تساعده في الطلوع، وكان فعلا بيطلع بس بالعذاب، وكانت شياو وو عايزه تساعده بس نيم منعها لان ممنوع. وللاسف وقع تانج سان هو كمان وقرر انه يقعد يستجمع طاقته ويكمل تاني لانه محتاج انه يكمل التحدي. وطلع بعدها الباقيين وبرضه ما كانوش قادرين. وفي الوقت ده كان تانج سان استجمع قوته ولقى شياو وو قاعده جنبه، فقال لها انهم لازم يكملوا التحدي. فجريت على السلم وكانت بتطلع بسرعه وسهوله، وطلع وراها تانج سان وطلعوا المستوى عالي جدا المره دي. ولما وصلت لمستوى صعب وقف شجعها والحقها قبل ما تقع وقال لها انهم لازم يقووا بعض. فكانت شيان في تدريب مختلف، واول ما كونج عرف مكانها وحس انها في خطر راح لها وجازف بحياته علشانها، وكان نتيجه لكده انه اتجرح وهي عالجته. ومع انه كان لسه مجروح وتعبان بس كان واقف قدامها علشان يحميها، وهي لما لقيته كده اتشجعت. وكان الباقيين لسه بيحاولوا يطلعوا على السلم وبيشجعوا بعض. وبعد ما خلاص وقعوا وخلص التحدي وقف كل واحد يقول هو وصل لايه. وقال لهم تانج سان ان القاده بتوصل للمستويات العاليه بعد سنين من التدريب، فمش لازم ابدا انهم يجهدوا نفسهم ويحلموا انهم ينجحوا من اول محاوله ليهم، ولازم يركزوا على التدريبات بشكل اكبر. وقتها ظهرت لهم الملكه وقالت لتانج سان انه قريب جدا هيوصل للمستوى ال100، وده لانه حكيم وبيوصل لنتيجه في صالح الكل. وكلمتهم اكتر عن الجزيره وازاي ممكن يطوروا من نفسهم اكتر فيها. وفعلا قعد كونج يتدرب وحس فعلا ان قوته زادت. كل ده وشيان كانت تحت الميه، وبعد ما نجحت في تجربتها والتحدي بتاعها في 27 يوم وصلت للمستوى 48، والباقيين كمان كل واحد فيهم زاد من 23 ل 50 مستوى بفضل تدريباتهم. ولما رجعت لهم شيان كانوا فرحانين بيها جدا وفخورين انها خلصت التحدي بتاعها، ووقفوا قدام السلم علشان يخوضوا التحدي بتاعهم هما كمان. وكل واحد منهم قاعد عند المستوى اللي وصل له. وبرضه شيان كانت حزينه لان مستواها اقل مستوى، وكان تانج سان وصل للمستوى ال70. فجت الملكه وسلمته خاتم المحيط وزادت بيه قوته جدا وحبسته جوه بيضه. في الوقت ده كان جدي تاي لونج بيشرف على مصانع السلاح بنفسه في المدينة الصناعية، وبيتأكد ان السلاح فيه كل المواصفات اللي محددها تانج سان. وبعد ايام فاق تانج سان وخرج من البيضة، وكان شعره مقصوص خالص وشكله غريب، وده خلى اصحابه يضحكوا عليه. بس قام وقف واسترجع شكله وعرض قوته على الكل، والكل كان مش مصدق عينيه من قوة تانج سان. ومش هو لوحده اللي كانت قوته بتزيد، لكن كمان ملكة قاعة الروح. والتدريبات كمان في امبراطورية تيام بقيادة الأستاذ والزعيم نينج كانت مستمرة، وكان الامبراطور عنده أمل كبير إنهم هيقدروا يقضوا على قاعة الروح القتالية بفضل القوى الجديدة لفريق الوحوش السبعة اللي بعد تدريبات كتير كان لازم يختبروا قوتهم على سلم القوى المضادة. وبرضه كانوا بيطلعوا يقعوا ويقاوموا علشان يوصلوا لمستوى أعلى من اللي هم فيه. ووصل دي هو كمان للمستوى ال70، والباقيين قربوا جدا إنهم يوصلوا هم كمان، ومن ضمنهم نين اللي كانت هتقع، بس وقف تانج سان في ظهرها ولحقها وخلاها تتقدم أكتر لفوق، وفعلا طلعت للمستوى ال70 هي كمان. ووقفوا كلهم احتفلوا بالإنجاز اللي حققوه بعد ما خلصوا التحدي بتاعهم في الوقت المحدد ليهم. وجه الدور على تانج سان وشياو وو، فمسكوا إيد بعض وطلعوا السلم. بس يا ترى هيوصلوا للمستوى الكام وهيكونوا حققوا التحدي بتاعهم ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. فلو عايزين الحلقة توصلكوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا إشعار بيها. ولو الفيديو بتاع النهاردة عجبكوا ما تنسوش برضو اللايك والشير.